حبك حلو هواك اللي عمري ابتدى بلقاك عشت أحلام واستناك كل أملي أعيش وياك والحياة قلقها والقاك حلوة حلوة الدنيا معاك حلوة حبك حلو هواك حلوة حلوة الدنيا معاك حلوة حبك حلو هواك ياللي عمري ابتدى بلقاك عشت أحلام واستناك كل أملي أعيش وياك والحياة قلقها والقاك فرح فرح وضحك وحب وحب شمع شمع ورد كل دول علشان بهواك أيوة أنت اللي أنا بهواك. اهلا بكم اعزائي المستمعين وحوار موسيقي جدا، حلقه جديده تاخرنا عليكم نص ساعه تقريبا. ان شاء الله معانا النهارده مجموعه من الضيوف الجمال جدا. اسكندريه عامله حاجه جميله قوي اسمها ساقيه اسكندريه، صح كده؟ صح. طيب احنا معانا طبعا المسؤولين عن الساقيه. يا ريت تعلي صوتك بس يا استاذ نشأت من فضلك. نشأت صبري. استاذ علي مدخور. علي مدخور. معانا مجموعه من الشباب بقى وطفله صغيره اهي جميله قوي. تقولي لي اسمك ايه الاول؟ أنا اسمي ملك نشأت. تعالي بقى قربوا كده، قربوا من فضلكم كده من المايك. ايوه قولي اسمك ايه؟ نرمين محمد. هبة صالح. بريهان سامي. هالة أشرف. اهلا بيكم معانا النهارده. ويمكن الحلقه زي ما قلنا اتاخرت شويه كده النهارده، بس هنحاول على قدر المستطاع نسمع كل الناس اللي موجوده دي، وان شاء الله لو ما قدرناش نخلص النهارده هنكمل الاسبوع القادم ان شاء الله. ناخد فاصل سريع ونرجع. طبعا زي ما احنا متعودين معانا البروفيسور اسامه المتولي. اهلا بيك يا اسامه. وطبعا كل سنه المستمعين ان شاء الله انا وعدتكم النهارده معانا مجموعه مواهب جميله جدا جدا جدا، شعر وغناء، صح كده؟ صح. استاذ نشأت، في بدايه كده قبل ما نسمع المواهب اللي موجوده معانا، ايه بقى موضوع الساقيه ده؟ هو ساقية اسكندريه معروف ان اسكندريه ام الثقافه وام الفنون. اختفت لما ظهرت مصر وظهر لبنان وظهرت سوريا وظهرت كذا. احنا عايزين نخلي اسكندريه تطلع تاني. عندنا سيد درويش فعلا بس مش تديله الفرصه. عندنا كل المواهب موجوده، وبدليل ان انت هتسمعه النهارده ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. وطبعا الساده المستمعين هيسمعوا معانا وهيقولوا لهم راي طبعا اكيد. ففكرنا نعمل حاجه تضم المواهب دي كلها، ففكرنا ان احنا نعمل حاجه زي ساقية الصاوي. فجت لنا فكره ساقية اسكندريه، اعلنا عنها وطلبنا من الاربع محافظين السابقين ان هم يدونا مكان. حتى الان ما فيش. فننشد نناشد يعني نناشد المحافظ القادم انه يدينا اي حته. احنا معانا كمان يمكن استاذ، معانا الاستاذ علي مدخور. يعني حضرتك اظن شاعر كمان وبتحكم في الشعر، المواهب الشعريه. عضو اتحاد كتاب عضو اتحاد كتاب. مش دي القضيه. انا برغم ان شهادتي مجروحه بس عايز اقول ان نشأت صبري كاسم انسان تقريبا اهمل كل شيء في سبيل انه يقدم موهبه كل مره، يرعاها، يكون حنين عليها في الغنى في الشعر، من الشباب الحلوين فصحى وعاميه. ويا رب يقويه على اللي بدماغه، لانه في برنامج اذاعي عندكم قال انه يدوني مقلب يعني قمامه وانا احوله لجنه ثقافيه، الا ان للاسف
ما حدش حاول يديله مكان. عموما يعني احنا من خلالنا هنا، ويا رب يكون ان شاء الله صوت مسموع، وان شاء الله المسؤولين لما هيسمعوا كمان معانا المواهب الجميله اللي موجوده معانا النهارده. انا سمعتها، يعني عايز اقول يا جماعه انا منبهر جدا جدا من اصغر موهبه صغيره معانا النهارده، ملك، اللي مش عارف بقى مين، طبعا مش حدش فيكم عايز يبقى كبير طبعا، اكيد كلكم صغيرين صح؟ كلنا صغيرين. طيب يعني احنا كمان معانا مواهب يمكن شعريه ومواهب غنائيه، صح كده؟ صح. طيب استاذ نشأة تقترح بقى حضرتك علينا نبتدي نسمع مين، واللي مش هنسمعه المره دي ان شاء الله هيسمعوا يوم الثلاثاء اللي جاي. انا متهيألي نسمع بالموسيقى. موسيقى غنى؟ موسيقى، وبعدين نخش بقى على طيب نسمع الشعر. مين؟ نسمع مين؟ طيب نبتدي اسمك ايه بقى؟ فكريني باسمك. نرمين محمد. نرمين محمد. اهلا بيك يا نرمين، انت في سنه كام يا نرمين؟ انا في اولى كليه تربيه نوعيه قسم موسيقى. طيب جميل، قولي لي بقى كده يعني انت جيتي الساقيه هنا ازاي عند استاذ والله احنا لقينا الموجود الاعلان على الانترنت، كلمنا كان في كل حاجه، الرقم وكل الاستفسارات، كلمنا استاذ نشأت رد عندكم عليا. دكاتره محترمه، دكتوره هايدي وجيه، طبعا دكتوره صح كده، سلوى باشا صح أيوة. كده، صح. حافظهم انا. كلمنا استاذ نشأت، رحنا نادي الاولمبي، سمع صوتي، قال لي نزل فيديو كده، عجب صوتي جدا، واستاذ علي مذكور عرض عليا كلمات اغنيه كمان كان هيلحنها لي استاذ محمد رجب، دلوقتي ان شاء الله بتتحضر وهتنزل. بس انا ان شاء الله. بس انا سعيد جدا ان حضرتك كمان بتديهم عطاء جميل جدا بحب. لما يكون في شباب موهوب بالجمال ده، لو الكبار ما تعاونوش يبقى احنا بنقضي على كل حاجه. صحيح. هم دول بكره بصراحه. صحيح. استاذ نشأت يمكن هي بدايه جميله جدا ومشجعه من حضرتك. فكره الساقيه كمان، ان يبقى في ساقيه في اسكندريه تشابه ساقيه الصاوي في القاهره، يعني وان شاء الله نتمنى انها تبقى تفوق. اتمنى ذلك. اتمنى ذلك. اسكندريه فيها اسكندريه كبيره، اسكندريه كبيره ومليانه من الاصوات والمواهب. واعرض تاني على المحافظ القادم يديني مقلب الزباله اللي في الكوبري. يعني لا ان شاء الله، لا والله مش عايزين نقول كده، احنا محتاجين عايزين نقول مكان فعلا نرعى فيه هذه المواهب الجميله. انا ده هحوله لمكان حلو، ده تحت الكوبري في محرم بيه، ويستغل في مقلب قمامه للسوق. والله راي حضرتك ده يديهولي وانا هفرجه عليه ان شاء الله. ان شاء الله. كلام جميل والله جدا، ونتمنى ان شاء الله ان فعلا مكان يسع كل المواهب الجميله دي. نسمع نرمين. يلا بينا نرمين. اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات يحملني معه، يحملني لمساء وردي الشرفات، لمساء وردي الشرفات، لمساء وردي الشرفات، لمساء وردي الشرفات. انا شايف كمان الروح جميله قوي بينكم من بعض، انا شايف كله بيحاول يساعدك، كله بيحاول يسقف لك، يعني واضح ان هو في روح جميله كمان بينهم يا استاذ نشأت. من اجمل ما لقيته ان هم يعني يتعرفوا على خلال يوم ولا اتنين بقوا اخوات. وده المهم جدا اللي انا بتمناه، ان حتى نطور في الاخلاق بتاعت الشباب. جميل. نستأذنكم كده ناخد فاصل سريعا زميلنا اسامه، ونسمع اختياراتك الجميله بتاعت كل مره، ونرجع مره ثانيه. حين تلتقي المعاني والنغمات، الشعر والاغنيات، اجمل الشعراء والاصوات، موعدكم الليلة وأحلى الحكايات مع ساقية اسكندرية وحوار موسيقي جدا. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي
دعوني في أحدى الغيمات. انا كنت قاصد ان احنا نقطع عليكم وانتوا بتغنوا معاها. كله بيغني طبعا، واسامه يمكن كمان يعني اختار الاغنيه اللي كانت بتغنيها نرمين، وهي بصراحه غنتها باقتدار جدا. واكيد طبعا مع الخبره هتبتدي اكيد تعرف بقى، لان طبعا يعني ماجدة الرومي تحديدا كمان هي بتستخدم التكنيك بتاع صوتها اكتر من اي حاجه تانيه. احنا فتحنا لهم كمان مجال التدريب، يعني عندنا 2 مدربين محترمين جدا، حمدي سراب وشريف عزت، وملحنين محمد الشيخ ومحمد رجب قنديل. يعني في مجموعه حلوه هتدربهم ان شاء الله. جميل. استاذ ادري، يعني عايزين نرجع لحضرتك بقى والكلمات ادري مين؟ استاذ عفوا استاذ علي ادري. اعمل كده. استاذ علي ادري. استاذ علي، يمكن احنا النهارده بنقول ان الكلمات لما بياخدها ويبتدي يتعلم ان هو يختار كمان الاغنيات او يختار الكلمات والمعنى الجميل من هو صغير كده، ده هيفرق معاه، لان احنا فعلا في ضوضاء سمعيه جامده جدا الفتره دي. يعني كل ما ننمي موهبه السمع والفن لا، وكمان اختيار الكلمات بالظبط كده، فاحنا بنقضي واحده واحده على الارهاب الفكري، الارهاب الجهل، ارهاب التعامل السيء، سلوكيات البيت اللي انهارت. لا، الكلمه الحلوه لما بتكبر معانا كل حاجه في الدنيا بتتغير. صحيح. يمكن انا كنت بتكلم مع حد وبيقول لي ان يعني الشباب الصغير ده بتغني، قلت لهم بتغنوا، قالوا لي بنغني كل حاجه بس ما بنغنيش الاغاني بتاعت ايه؟ قلت لي املك؟ لا، المهرجانات. يعني ايه موضوع المهرجانات ده وهنتخلص منه ازاي؟ ما هو ده الفكر الارهاب الفكري بقى، او الارهاب السمعي اللي احنا بنحاول نقضي عليه. وحتى كمان في المسابقات بتاعتنا بنختار الاغاني القديمه، يعني ما بنقولهمش غني مثلا جديد. وفي اغاني جديده على فكره محترمه، في اغاني جديده محترمه كتير، بس احنا عايزين نرجع التراث الاول عشان يتربى عليه. طب ما احنا عايزين بقى نرجع للغنى تاني، ولا ناخد ولا نسمع بقى الكلمات؟ لا، نسمع مريهان الاول. حاضر. مريهان فين؟ انت ما غنيتيش فوق، بس هنسمعك دلوقتي. يلا مريهان. ماذا أقول لأدمع سفحتها شواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ أقول خانت، أقول هانت، أقول خانت، أقول هانت، أقولها لو قلتها أشفي غليلي. يا ويلتي يا ويلتي، لا لا لن أقول أن فقولي. لا تخجلي لا تفزعي مني، فلست بثائر. أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري، فرأيت أنك كنت لي قيد حرست العمر ألا أكسره فكسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. قولي كما تبدين لكن لن تكوني، لن تكوني، فأنا صنعتك من هواي ومن جنوني، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون، ولقد برئت من الهوى ومن الجنون. لا 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 تكذبي، لا تكذبي، لا تكذبي. ومحدش كذب على فكره، ادام كله سقف كده يبقى كله كان صادق وعارف ان انت فعلا. انا احيي حاجه اولا استاذ نشأت، يعني دي قصائد، هنا نرمين قصيده، هنا مريهان قصيده او بريهان. بريهان اهو حضرتك مليتني الاسم قلت بريهان، يعني ايه بريهان؟ بريهان معناها جبال دهب. شكرا. طيب احنا بقى ايه عايزين يعني نقول القصائد وحسن الاختيار، يمكن اللغه العربيه الفصحى كمان والحروف، يعني مخارج الالفاظ. التدريبات طبعا هتيجي كله بالتدريب، يعني دي لسه على فكره اول مره يطلعوا ويقولوا بالك، كان في المسابقه ودي تاني مره يمكن يتكلموا.
نسمع بقى لو سمحت مره الشعر بقى شويه كده. استاذ علي ادري، صح كده؟ علي مذكور. علي مذكور. استاذ علي مذكور. ممكن بس عشان ما ينسبش لينا ان احنا بنسقف لاي حاجه، هصحح حاجه صغيره قوي، اتفضل. حاجه صغيره قوي قوي. لا طبعا. ساقول هاند، ساقول خاند، مش اقول. وقيد عشان هي خبر ان او خبر كان قصدي، يبقى لازم قيدا. لازم قيدا. فنسمع ونحفظ صح، لان ده هينسب لنا. لو اتسجلت باسمك كده هيطلع مليون حد يلوم علينا. ما دربتوش ولا نيلته، واحنا فعلا ما دربناش. لا بس انا سعيد ان حضرتك بتصلح لها على طول، لان دي عمرها ما هتنساها. دي بنتنا، عمرها ما هتنساها، عمرها ما مفيش هتنساها حاجه. كده. انا عشان ما اسرقش من وقتهم هقول حاجه صغيره قوي. لا احنا عايزين نسمع حاجات كتير. لا انا عايز اسمعهم كتير. اتفضل. لسه الاستاذه هبه ما قالتش، لسه الاستاذه هبه. لا احنا على فكره احنا متفقين ان شاء الله هنستكمل الحلقه شاء الجايه الله. ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، لان طبعا احنا ما لحقناش النهارده خلاص، يعني الوقت قرب على الانتهاء. أكيد. ان شاء الله هنستكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. إن شاء الله. اتفضل. بلاش تحكم باعدامي وتنهيني في لحظه طيش. بلاش تختار اكون ذكرى من الماضي وسيبني اعيش. انا بتنفس الكلمه، من الكلمه ما تحرمنيش. بس كفايه قوي كده. والله يعني عشان تسمعوا. الكلمه ما تحرمنيش، وانا ما اقدرش اعيش من غيرها. احنا صحيح بنتنفس الكلمه دي. صحيح صحيح. طيب يعني احنا بالعكس لا والله هم يعني بصراحه احنا اللي سمعناه لحد دلوقتي طبعا، وواضح ان الباقي كمان مش هيقل حاجه عن المستوى الجميل 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 اللي احنا سمعناه ده. بس نستأذنكم ناخد فاصل بعد اذنك زميلنا العزيز اسامه، ونرجع مره ثانيه. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك؟ ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك؟ ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مسكتها خوفا عليك؟ أقول هانت، أقول خانت، أقول هانت، أقول خانت، أقولها لو قلتها أشفي غليلي. يا ويلتي يا ويلتي. هم اخد بالهم على فكره وسكتوا اول ما اسامه طلع طيب خلاص، هم كانوا فعلا بيغنوا مع الاغنيه، وطبعا كانوا جمال جدا. معانا غنى تاني ولا هناخد شعر ولا غنى؟ معانا هبه صالح. انا سايب الاختيار لحضرتك تماما. تمام. نسمع هبه صالح في تمر حنه. طيب اوكي. اولا انا بس يعني كنت عايز اسال بريهان، استاذنك يا هبه معلش انا نسيت اسال بريهان. بريهان انت خريجه ايه او في مدرسه ايه، كليه ايه ولا ايه؟ لا انا خلصت كلية علوم وحاليا بشتغل. يعني انت ليكي علاقه بالموسيقى، درستي موسيقى على ايد حد؟ لا عمري ما درست موسيقى. انت بس سماعي كده؟ اه. يعني انا طبعا حابب اتعرف عليكم حد بس طبعا مفيش وقت. سريعا جدا يا هبه برضه قولي لنا انت ايه موضوع الغنى معاكي بسرعه كده، وهنكمل ان شاء الله بعدين. الموهبة عندي من زمان بس هبه يبقى في موهبه ربنا يخليك. طيب. عن طريق الساقية دخلت وقدمت وطلعت مركز أول الحمد لله في المسابقة، وأستاذ علي عمل لي هدية كلمات أستاذ علي مذكور. أستاذ علي مذكور أغنية جميلة جدا اسمها بعتذر لك، وحاليا بنسجلها إن شاء الله. جميل. يعني بريهان برضه وهبه بيعملوا أغنية، وإن شاء الله ما نشوف بقى كمان عندنا إن شاء الله. هالة نرمين. معلش انا بحفظ الاسامي، المره الجايه هتلاقوني حافظها صم. طيب يلا نسمع هبه بسرعه. اوكي. يا تمر حنة يا تمر حنة خلتي بينا وبعدت عنا. يا تمر حنة يا تمر حنة خلتي بينا وبعدت عنا. الورد كله كسل جناين
وش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت اللي شاردة منا يا تمر حنا يا تمر حنا. الله عليك، الله جميل بصراحه كلكم. يعني انا حبيت ان انا ادي فرصه للي بعدي بس. ما هو لا احنا ان شاء الله احنا زي ما اتفقنا كده لسه في الاسبوع الجاي وهيكون موجود معانا طبعا زي ما حضرتك قلت كده في مواهب جديده بس برضه يبقوا موجودين معانا عشان ايه ياخدوا فرصتهم اكتر كمان. استاذ نشأت بعد اذنك برضه مواهب في شباب زي الورد كمان وفي اطفال كمان لعلمك بس انا برنامج للكبار. اما كلهم كبار عندنا في ملك كمان كبيره اهي. ملك كبيره خالص اهي. مش عارف نقطع بشعر وبعدين نسمع هلا ولا استاذ علي بقى قول لنا حته كده لو لكم فصحى. كله هيبقى منك حلو يا استاذ علي. استاذ علي مذكور طبعا يعني حضرتك يمكن انا عارف ان هو بيحكم صحيح كده يا استاذ بيحكم في الساقيه كده التحكيم على طول. اسمها خير الفصول. خير الفصول يا من خشيت تنقلي أنا لست طيرا في الحقول لا تحسبي قلبي الشقي يصول عشقا أو يجول فتشككي في مسلكي إن كان في أدبي أفول لا أدعي ملكيتي لكل أسباب القبول ولن أقارب عالمك إلا بآيات الأصول أدنو بهمس مشاعري فلست فظا أو ملول فلترحمي ولترفقي ولا تكوني من يحول لا ترفعي سد الجفا بيني وبين هوى خجول روح المتيم في يدك فلتكفني سقم النحول جبت الفصول جميعها وخبرتها عرضا وطول فاخترت حبك قانعا يا خير فصل في الفصول. الله لا حب ده عشق ده عشق ده عشق ده يا استاذ علي. لا ده انا جنايني. ما هو في احلى من الجناني فكره في حاجه احلى من الجناني اللي بيلاقي الورد كده والزهور الحاجات الجميله والالوان. احنا لغتنا العربيه بيعمل البوكيه. لغتنا العربيه عباره عن ايه؟ شويه زهور والجدع هو اللي بيعملها ببقى حلو. صحيح. الحمد لله. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني نسمع اغنيه جديده بقى. احنا كده خدنا شعر نسمع اغنيه. اسامه طبعا نستاذنك ناخد فاصل ونرجع تاني. بالليل بنسأل وبالنهار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش في قلبك ريحة المحبة. بالليل بنسأل وبالنهار عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامرنا ونفض سامرنا الورد كله كله قتل جناين وش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كله قتل جناين وش معنى انت اللي شاردة منا يا تمر حنا يا تمر حنا خليك معانا وجنبنا على 101.1 اسكندرية تضمنا احنا معاك بنبقى احلى والدنيا تبقى ملكنا اللي سمعنا انت اغلى من كل الدنيا في قلبنا. زي ما قلنا كده احنا معانا ناس بره جاهزه تماما صح كده يا استاذ علي؟ تمام. ايه رايك في اسامه اللي بيعمله ده؟ انت ما تسالنيش رايي انا اللي عايز اقول الراي ده. والله اشهد استاذ علي قاعد من ساعه ما دخلنا الفاصل لحد دلوقتي يقول ايه بقى؟ اتفضل يا استاذ علي. اشهد ان ما تمش اعداد اي شيء قبل التسجيل على الهواء قبل الخروج على الهواء واتفاجئت ان كل ما بنوته تقول اغنيه هو مطلع من الاثر من الحديث انسان جميل سريع مرتب. يا رب يجعل كل الفنيين في كل مكان بالكفاءه دي بتاعت كفاءه الاستاذ اسامه المتولي. ده يعني كده في قصيده حب اتقالت وجميله جدا وكلنا اكيد والله كل اسبوع بقول اسامه فعلا من الناس اللي فعلا بتحب قوي المكان ده وبتبدع فيه بشكل كبير يعني. بنتمنى له طبعا كل خير والتوفيق وبنهني تلفزيون اسكندريه بعيد ميلاده برضه.
عشان كل عام وهم بخير يا رب، هم طبعا اخواتنا يعني. نيجي نقول لكم كل سنه وانتم طيبين ان برضه. شاء الله ان شاء الله. طيب احنا كده يعني سمعنا شعر من الاستاذ علي، احنا قدامنا حوالي 9 دقائق. معانا هلا هنسمع. طب يلا هلا، مش 9 دقائق هلا. يلا. اكيد لا. 20 ثانيه لا هو يعني احنا بناخد دقيقتين مثلا، دقيقه زي ما كل شيء جميل. اتفضلي. حاسة إني وحيدة وفي دنيا بعيدة ولا حدش جنبي من كل حبايبي، ولا حيلة قلبي غير التنهيدة. تعالالي يابا تعالالي يابا، الدنيا مدي حواليا وتغمى عينيا، بحلم بسنين حلوة هنية وانا لسه صبية. الدنيا مدي حواليا وتغمى عينيا، بحلم بسنين حلوة هنية وانا لسه صبية. ايامي وفرحي ولياليا احلام وردية، وانت بتدعيلي وترقيني ما يفرح فيا عدويني، وانت بتدعيلي وترقيني ما يفرح فيا عدويني. تعالالي يابا تعالالي يابا. الله الله بجد طبعا جميل. قولي لي بقى انت يعني درستي موسيقى ولا برضو ما تعرفش حاجه عن الموسيقى خالص؟ لا ما درستش اي حاجه عن الموسيقى. سماعي. طب ممكن تغشي لي الاغنيه دي اسمها ايه عشان ما اعرفهاش؟ تعالى لي يابا. بتاعت مين؟ فايزه احمد. طيب انا اول مره اسمعها بصراحه، فيعني شكرا ليكي، يمكن انا عرفت منك معلومه جديده النهارده. اما لو اسامه طلعها هو يعني هو للاسف بس كمان احنا وقتنا ابتدى خلاص قرب على الانتهاء، بس هو انا عارف ان هو هيلاقيها اكيد، هو قاعد بره مش لا عارف يعني هو بيعمل ايه بالظبط. فيعني سريعا كده مستقبل ايه الفتره اللي جايه؟ يعني قول لنا كده يا استاذ نادر. ان شاء الله المسابقه الحفله النهائيه بتاعتها هنكون فريق اسمه صوت الساقيه من الشباب الحلو اللي شفته دهوت. لما سمع عننا نادي اصحاب الجهاد في سموحه قال لي اعمل لي حفله راس السنه مولد النبي، فاحنا هنعمل ان شاء الله باذن الله بالمواهب بتاعتنا اللي هي هيبقى اول زور ليهم قدام الجمهور. هيبقى قدام يوم 25 في نادي اصحاب الجهاد. حفلتنا احنا بتاع توزيع الجوائز ان شاء الله هتبقى يوم 6 فبراير. في طب احنا عايزين يعني احنا طبعا يعني كل الكلام ده جميل، بس احنا عايزين دعوه بقى من حضرتك، يعني اللي عنده موهبه وعايز يخش ساقيه الصاوي في القاهره عامله شغل جميل جدا. ساقية الصاوي عشان ليها مكان ليها مقر، احنا لسه مالناش مقر. لا انا اقصد يعني عايز حضرتك تقول لهم كده ازاي يجوا ازاي يتقدموا. في صفحه على الفيسبوك اسمها ساقية اسكندريه، اعضائها اكتر من 3000 فرد وكلهم مواهب ما بين شعر عامي وشعر فصحى وتمثيل ورسم وكل المواهب واغاني. احنا بنعمل اي حاجه، وكل شهر بنعمل ايفنت بندعي فيه كل المواهب بنقدمهم للجمهور. بنعمل جوائز على حسابنا الخاص زي ما احنا عاملين المره الجايه، لولا المره الجايه بس داخل معانا الاهرام جريده الاهرام، وداخل معانا جمعيه يعني في اكتر من مكان داخل مع حضرتك. دخل لما شاف المواهب وسمع وقرا عليها فدخلوا يدعمونا على الاقل. مش سبونسر، لا مش سبونسر، يعني هو داخل يغطي هوا. خد بالك كتر خيره يعني ان هو برضه ده دعم للشباب. اكيد اي حد في الدنيا بيعمل لصالح الشباب هذا الرجل انحني له واحترمه جدا جدا جدا. هم دول يا جماعه اللي هيشيلوا البلد الفتره الجايه يا استاذ علي. اللي حضرتك بتعمله دلوقتي من خير سند للسعي، من ضمن الدعم خير سند لبعض الشباب، لان انت
بس في الحاله دي بتنشره، يعني بتعمل لهم انتشار، وده شيء جميل. ويا ريت كل الاعلاميين يعني يحظوا حظهم. بقول لحضرتك والله يمكن احنا لما رحنا وكان معايا زمايلي مجموعه من زملائي، يعني اذا كانت زميله اميره او زميله نسرين طبعا، يعني احنا لما سمعنا الحاجات دي كلها بجد شيء محترم جدا. بنقدم لكم كل التحيه، لان انا عارف ان حضرتك بتشتغل اكيد بدون اي دعم. والله هو من جبنا الخاص، وفي انضمت الينا مؤخرا انشط مدير تنفيذي لنادي ست الاستاذه نجلاء خليل. طبعا احنا كنا سعيد، يعني كان نفسنا طبعا تبقى موجوده معانا النهارده، بس هي يعني ان شاء الله هتبقى ضيفه لحد من الزملاء الاعزاء ان شاء الله الفتره اللي جايه، فيعني عشان خاطر تبقى موجوده ان شاء الله في كل المجالات. فاحنا نتمنى برضو عشان ما نصرفش من جبنا بقى، يعني على الاقل ما نخسرش، يعني حد يساعدنا. صحيح. خد بالك، بس حتى لو بدعم معنوي، يعني مش عايزين مادي ولا حاجه، دعم معنوي. يعني لما يجي لنا ان شاء الله المره الجايه عضو مجلس الشعب ايوه تمام، ايوه هيجي يحضر الاستاذ طارق السيد رئيس النادي الاولمبي، هيجي يحضر ان شاء الله. انا مكرمه لانه هو اول نادي رياضي فتح لنا بابه نعمل فيه الندوات بتاعتنا، ودخل يعني اللي هي الرعايه المجتمعيه مع تمام. طب احنا بقى يعني معانا الموهبه الكبيره جدا 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 جدا، ملك. ازيك يا ملك؟ الحمد لله كويس. ايه رايك تغني نسمع بقى صوتها؟ نتغني طبعا. طب يلا نسمع صوت ملك. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي ابتدى بنورك صباحه، انت عمري. انت عمري يا ملك. جميل، برافو عليكي. ملك انت في سنه كام قلتي لي؟ 5 ابتدائي. جميل يا ملك، برافو عليكي. ويعني مستقبل كده واحده واحده كده نوصل ان شاء الله، ان شاء الله. ناخد فاصل كده ونرجع. سعدنا بيكم جدا النهارده اصحاب فرقه ساقية اسكندريه، استاذ نشأت، استاذ علي مدكور، بريهان، نرمين، هبه، ملك وهاله. اهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا، وعلى وعد ان شاء الله تكونوا معانا الاسبوع اللي جاي في حوار موسيقي جدا. استاذ نشأت هنجيبهم لك يستكملوا الحوار، وهنجيب لك برضه مواهب ثانيه هتبقى لك اكتر منهم اكيد. هو طبعا الساده المستمعين كمان يا رب يكونوا مستمتعين معانا بالاصوات الجميله اللي كانت موجوده، اصوات واعده ان شاء الله الفتره اللي جايه نسمعهم كده ويكونوا هم الصف الاول الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله متوقع كده يا استاذ علي؟ طبعا طبعا، لان في جهد بيبذل معاهم اكيد. اعزائي المستمعين شكرا ليكم، وان شاء الله نشوفكم الثلاثاء القادم قبل ساعه من دلوقتي. كان معاكم اسامه المتولي، شكرا ليك وشكرا لكم المستمعين. كان معاكم خالد السيد. هفضل احبك انا ليل نهاري، هقول انت حبيبي انا، فينك من بدري يا منى